يعني في برضو كمان نقطة التعامل المتصنع والتلقائي. في ناس انت لما بتقعد معايا لأول مرة بتقول دي متصنعة قوي، دي فظيعة، او دي تلقائية جدا ولطيفة على سجيتها زي ما بيقولوا. ازاي انا اقدر اعرف الشخص ان هو كده، وازاي لو هو متصنع ممكن ابين له بس بشكل لطيف ان انا ايه، انت متصنع بس يعني اهدى شوية زي ما بيقولوا. ازاي اقدر اعمل كده بحسن نية، يعني ان انا ما اجرحوش؟ هو الاول بيبان طبعا، يعني يكون الحد المتصنع حتى لو انا ما فهمتوش في الاول، بس الاقيه مركز قوي في كلامه على نفسه، واخد باله قوي من شكله بزياده، واخد باله من حاجات معينه مش هتفرق. ممكن يكون الجوهر نفسه اهم، او الكلام اللي هو بيقوله اهم من اسلوبي او من لبسي، او الحاجات دي بتفرق وليها شكل. يعني النقط دي بتفرق على فكره. يعني مثلا لما عملوا اختبارات او حاجات معينه، واحد مثلا كان لابس شورت وتيشيرت وعمل نفسه مذيع او بيعمل استطلاع راي في الشارع، او بيقول للناس معلومات معينه، وكان لابس نفس الراجل بدله وكرافته وكده، الناس خدوا ده بمصدر ثقه ان ده مسؤول، والتاني ما خدوش رايه. فمثلا الحاجات دي بتفرق. تمام. بس في نفس الوقت لو لقيت اللي قدامي مركز كل الاهتمام على ده، يبقى هو متصنع. لو لقيته مركز قوي بيقول انا في الجمله مثلا 100,000 مره انا عملت، انا رحت، انا كذا، انا كذا، انا هفهم ان هو مركز قوي حوالين على ذاته. نفسه. مش هقدر انا اتعامل معاه. لاحظي حاجه، اكتر حد مين اللي انا بستريح معاه؟ لو خدنا ثواني كده، فكري في شخص من غير ما تقولي مين، حد اكتر حد بنستريح معاه في التعامل. غالبا هيكون الشخص اللي بيسمعني اكتر، مش اللي بيتكلم اكتر او الاكتر حكمه. يعني كل الناس بتشتكي دايما من ايه؟ الناس بتتكلم كتير، فلان ده رغاي، فلانه دي زنانه، مش عارف ايه. لكن كم حد اشتكى ان فلان بيسمع كتير او فلانه بتسمع كتير؟ اكتر شخص غالبا هتكون انا او انت او اي حد بيرتاح له هو اللي بيعرف يسمع قوي. وبيسمع، مش بيسمع بس بودانه، بيسمع بودانه، بيسمع بعقله، يقدر الافكار والحاجات اللي بقولها، وبيسمع بقلبه، يعرف يتعاطف معايا. ده سمع، اسمه سمع وفقا للتقمص العاطفي، ان انا اعرف احط نفسي تماما ما بين في المكان اللي قدامي واشوف كل حاجه من دنيته. مش مجرد ان انا اسمع. اغلب الناس بتسمع سمع انتقائي، او تاخد مثلا جزء معين من الحوار او حاجه، زي راجل ومراته مثلا، هي راجعه من الشغل قاعده عماله تحكي، وهو قاعد عمال يسمع وبيلعب في التلفزيون او في الموبايل، ومش عارف بيقرا في الجورنال وسامعها، او بيتظاهر ان هو سامعها، وهي تحس ان هي مش مفهومه ومش متقدره تماما. تبتدي تقول له انت مش سامعني. الاسوأ بقى لو قال لها لا انا سامعك، واقدر اسمع لك اللي انت قلتيه، انت رحتي الشغل ورجعتي من الشغل، مش عارف عديتي على ماما لقيتيها تعبانه وعمل كذا كذا. هي بتحس ايه هنا؟ ان هي غير مقدره تماما، ومفيش اي تواصل. والنقطه دي مثلا بالنسبه للمراه ده احتياج رئيسي، يعني ده ممكن نبقى نتكلم عنه في حلقه لوحدها. الاحتياجات هي لا، ان هي تكون مفهومه او مسموعه، مش مجرد ان هو سامعها. هو هنا سامعها بايه؟ ب 5%. ال 95% غالبا بيبقى بيفكر في مشكله معينه. ده اسلوب الراجل. لو ست مثلا مش فاهمه النقطه دي، هتبقى قاعده باستمرار متضايقه. ولو الراجل مش فاهم ان الست احتياج رئيسي بالنسبه لها ان هي تتسمع وتبقى مفهومه، مش ان انا اقدم لها حلول زي ما هو بيعمل عاده، هيقدر يستوعبها بصوره اعلى. فمهم ان انا اكون فاهم ايه اللي قدامي وايه احتياجاته.